العوافي عليكم يا حبايبي. أنا النهاردة جاية أقول لكم كلمة بتسمعوها كتير ومش عارفين بتتقال إمتى وإيه معناها الأصلي وحكايتها. حكاية آفاه يأمر عيش، دايما نسمعها، رجع وقفاه يأمر عيش. الحكاية حكاية راجل قال لابنه هات لنا بطيخة، وخرج الواد عشان يجيب بطيخة، لقى شوية حرامية واقفين في الطريق، خدوا منه الفلوس ورقعوا قلمين. والواد جه عند ابوه يعيط ويقول له الحرامية خدوا مني الفلوس وضربوني. والراجل بقى عايز يعمل شهم قدام مراته وابنه، قال لها ناولين العصاية، انا ابني يتاخد منه الفلوس ويضربوه. وخرج الراجل عشان يضرب الحرامية دول. الحرامية دول كسروا عليه العصاية اللي في ايده ونزلوا فيه ضرب، وهم بيضربوه نزلوا ضرب على قفاه لغاية لما قفاه احمر. ورجع لمراته وابنه وهو بقى واخد العلقة اللي هي وقفاه بقى احمر من كتر الضرب عليه. مراته قالت لابنه ابوك رجع وقفاه يأمر عيش. وتمر الايام والسنين وبقت الكلمة ببق الناس. اي حد عامل ناصح ويقول انا اللي هحلها ويرجع مكبوس وما يحلش حاجة يقولوا رجع وقفاه يأمر عيش. اي حد يروح يقضي مصلحة والمصلحة ما تقضاش يرجع والناس تبصله وتضحك وتقول رجع وقفاه يأمر عيش. وإن عجبتكم حكايتنا ما تنسوناش في اللايك والشير وتمسوا بالخير يا حبايبي.